وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحمد لله الذي يسر لنا مثل هذه اللقاءات، ونسأله تعالى أن يبارك فيها وأن يزيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى الدرس السادس من دروس التجويد، وكنا في الحلقات الماضية رأينا أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين، وسندخل بإذن الله تعالى في باب اللام الساكنة. واللام الساكنة معروفة لا تحتاج إلى تعريف، وهي على 5 أنواع. النوع الأول لام ال، النوع الثاني لام الاسم، النوع الثالث لام حرف، النوع الرابع لام الأمر، ثم لام الفعل النوع الخامس. أولا لام ال. لام ال هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل تفتح عند البدء، يعني عند البدء بها بهذه الهمزة، ويليها اسم سواء صح تجريدها عنه كالشمس والقمر، الشمس شمس، القمر قمر، أم لم يصح كالتي والذي. التي وكلمة الذي لا يصح أن نجرد عنهم اللام لام ال، وإن كانت يعني يصح تجريدها في كلمات أخرى. قولنا ساكنة يعني فيها سكون، وقولنا زائدة يعني زائدة عن بنية الكلمة، ليست أصلا في الكلمة، فلو أزلناها مثلا فإن المعنى الأصلي للكلمة لا يختل، لكن هي تضيف تعريفا للكلمة بطبيعة الحال. مسبوقة بهمزة وصل، يعني ليست مسبوقة بهمزة قطع، بل هي مسبوقة بهمزة وصل. وقولنا تفتح عند البداءة بها دليل على أن هذه الهمزة تفتح، لأن همزة الأصل في الأصل همزة الوصل في الأصل تكون مكسورة عند البدء بها. نقول استخرج، استسقى، ابتكر، اخترع، اجتمع، هذه كلها همزات وصل ولكنها مكسورة. لكن همزة الوصل التي تسبق لام ال تكون مفتوحة. نقول الحمد لله، الكتاب، القلم، الطامة، الصاخة، أو غير ذلك من الكلمات. وقولنا يليها اسم يعني لا يمكن أن يأتي بعدها إلا اسم، لأنها أصلا من علامات الاسم كما يقول النحاة، سواء صح تجريدها عنه أو لم يصح، هذا ذكرناه. طيب، تقع قبل الحروف الهجائية عموما إلا حروف المد الثلاثة، يعني يمكن أن يأتي بعدها أي حرف من حروف الهجاء إلا حروف المد الثلاثة، فلا يمكن أن تكون بعدها لأنها ساكنة وحرف المد ساكن، فلا يمكن أن نلتقي ساكنان. حالتها لها حالتان، والمقصود بالحالة هنا الحكم، لذلك ذكرنا الحالة يعني ذهابا على ما ذهب إليه ابن الجمزوري رحمه الله، قال للام الحالان قبل أحرف. أولا أو ألف الإظهار، يكون عند 14 حرفا، يعني أن تأتي هذه اللام ويأتي بعدها أحد هذه 14 حرفا التي سنذكر بإذن الله تعالى، فإنها تكون مظهرة يعني ظاهرة. الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. إذن هذه 14 حرفا تكون لام ال عندها مظهرة. طبعا هذه الحروف يجمعها قولك ابغي حجك وخف عقيمه، كما قال ابن الجمزوري من ابغي حجك وخف عقيمه. طيب، أمثلة على ذلك، مثلا كلمة أولا حرف الهمز، نقول الأول هو الأول والآخر، اليوم الآخر مثلا، الأبرار، كلها أمثلة. وطبعا الهمزة سوف نرى يعني ما يتعلق بورش فيها، مثلا حرف الباء الباقيات، البر،
الباقيات، البر الرحيم مثلا، الغير أو الغار بدون إمالة حرف الغين. مثال الحاء الحديد. مثال الجيم الجنة. تلاحظون أن اللام ظاهرة، الجنة ظاهرة. كذلك الكوثر، كذلك الوالدات، كذلك حرف الخاء الخوف، حرف الفاء الفجر، حرف العين العاديات، حرف القاف القهار، حرف الياء الياقوت، حرف الميم المرجان، وحرف الهاء الهدى. فهذه 14 مثالا لهذه اللام، لام المظهرة. وطبعا كما ذكرت أن ورشا ينقل حركة الهمز إلى لام قبلها، عوض أن نقول هنا مثلا في هذه اللام، عوض أن نقول الأول نقول الأول. وقد ذكرنا قاعدة النقل في درس النون الساكنة، وكذلك في درس الميم الساكنة. وعموما ليعرف الطالب هل الحرف بالنسبة للام هو حرف إظهار أو حرف إدغام، فإنه ينطق باسم هذا الحرف، فإنه ينطق باسمه. مثلا الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف. فإذا ظهرت اللام فإن ذلك الحرف من حروف الإظهار، وإذا لم تظهر فإنه من حروف الإدغام. طبعا باستثناء الهمزة، لأننا ننطق باسمها مختلفا عن بقية الحروف الأخرى. بقية الحروف دائما تكون ويأتي بعدها الحرف أولا ثم بعد ذلك بقية اسمه، لكن في الهمزة نقول الهمزة، الهاء، بخلاف الحاء هناك حرف الحاء، الجيم هناك حرف الجيم، القاف هناك حرف القاف، لكن الهمزة ما فيها هذا الأمر. طيب، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. ذكر رحمه الله تعالى شروط النقل هنا، فقال يجب أن يكون الحرف الساكن في آخر الكلمة ويأتي بعده الهمز في كلمة أخرى. طبعا الكلمة والكلمة التي بعدها، يعني لام الكلمة والكلمة التي بعدها يعني مستقلة في الأصل، فترتبط فقط من حيث الكتابة، لكن تعني التعريف والكلمة تعني معناها الأصلي. مثلا الأول أصلها أول، هنا وحدها واللام وحدها، لذلك جاز النقل. كذلك هل أتاك، هل أتاك، إذا لابد أن يكون اللام أو الحرف الساكن عموما في آخر الكلمة، ويكون الهمز همزة وصل همزة قطع بطبيعة الحال في أول الكلمة الأخرى. قال كل ساكن، لابد أن يكون ساكنا ويكون في آخر الكلمة، ولابد أن يكون صحيحا. فإذا كان حرف مد فإنه يمد 6 حركات تابعا للمنفصل بشكل الهمز، يعني نحركه بشكل الهمزة، يعني نعطيه شكلة الهمزة. فإذا كانت الهمزة مضمومة ضم ذلك الحرف، وإذا كانت مفتوحة فتح ذلك الحرف، وإذا كانت يعني مكسورة كسر ذلك الحرف. مثلا قل ادعوا الله، قل ادعوا، قل ادعوا مثلا، أو هو الأول، هو الأول، وهكذا في الكسر أيضا. واحذفه مسهلا، واحذفه يعني احذف ذلك السكون، وكذلك يحذف الهمز. ثانيا الإدغام أو باء الإدغام، يكون عند 14 حرفا أيضا، وهي الطاء والثاء والصاد والزاي والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. إذن هذه 14 حرفا جمعها ابن الجمزوري رحمه الله تعالى في هذا البيت. قال: طيب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم، دع سوء ظن زور شريفا للكرم. طبعا قوله طب يعني كن طيبا، وقوله ثم صل رحما يعني صل أرحامك، فإذا وصلتهم فإنك تفوز بضيافة ذات النعم الكثيرة. دع سوء ظن هذا معناه ظاهر. زور شريفا يعني إذا زرت شريفا فإنه لا بد تنال من كرمه الشيء الكثير. هذا هو معنى هذا البيت، وهو معنى جميل ويفي بالغرض. بارك الله في الشيخ ورحمه وتجاوز عنه. أمثلة على ذلك: مثلا الطاء الطيبات،
الثواب، الثواب لحرف الثاء، ثم الصافات لحرف الصاد، ثم الرحيم لحرف الراء، التين لحرف التاء، والضالين لحرف الضاد، والذاريات لحرف الذال، ثم النون وذا النون لحرف النون، ثم الداع لحرف الدال، ثم السابقات لحرف السين، ثم الظن لحرف الظاء، ثم الزاجرات لحرف الزاي، ثم الشاكرين لحرف الشين، واللطيف لحرف اللام. وذلك كثير في القرآن الكريم. هناك مسألة، تكون هناك غنة بمقدار حركتين في النون التي أدغمت فيها اللام، فنقول وذا النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. مثلا الناس، الناس، النوى، النوى. إذا لا بد من غنة بمقدار حركتين في النون التي أدغمت فيها لام ال. هنا ملاحظة، لام ال المدغمة تسمى لاما شمسية، فهي بالنسبة للحروف كالنجوم بالنسبة للشمس. النجوم إذا ظهرت الشمس اختفت النجوم، إذا ظهرت حروف الإدغام فإن الشمس، فإن اللام تختفي. كذلك نفس الأمر إذا ظهرت الحروف، حروف الإدغام، أحد هذه الحروف إذا ظهر فإن اللام تكون مخفية. واللام القمرية تسمى، تلك اللام المظهرة تسمى قمرية، فهي بالنسبة للحروف كالنجوم بالنسبة للقمر، يعني إذا ظهر القمر تظهر النجوم. كذلك إذا ظهرت حروف الإظهار فإن اللام أيضا تظهر. قال رحمه الله تعالى: واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية، يعني اللام الأولى المظهرة تسمى قمرية والثانية تسمى شمسية. إذن نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى سوف نرى بعضا من أقسام هذه اللامات السواكن بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.